تعالى يا اخويا اخدك معايا كده في جوله. اللعيبه اللي انتقلت من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي من اكتر من 100 سنه، من سنه 23. هنجيبها من الاول خالص. قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير وفولو لايك وتعالى لي. اول لاعب عندنا كان الكابتن حسين حجازي، انتقل من الاهلي للزمالك سنه 23 24، يعني من اكتر من 100 سنه، من 101 ولا من 102 سنه. تاني لاعب عندنا كان الكابتن عبد الكريم صقر، كان برضك انتقل من الاهلي للزمالك سنه 38 39. الزمالك كان بادئها سخن وهو اللي كان بيخطف اللعيبه من الاهلي. اللاعب اللي جاي بقى عندنا المهاجم الفذ، المهاجم الموهوب، الكابتن جمال عبد الحميد، من احسن المهاجمين اللي جت في تاريخ مصر، خصوصا في ضربات الراس. والناس اللي حضرته تعرف الكلام ده كله. كان هو يمكن وعلي ابو جريشه احسن اتنين جم في تاريخ مصر بيلعبوا بدماغهم. جمال عبد الحميد طبعا كنا عارفين قصته لما اتصاب اصابه مزمنه والاهلي استغنى عنه وراح الزمالك عالجه ورجعه تاني نجم من نجوم مصر. كان من احسن المهاجمين في تاريخ مصر الكابتن جمال عبد الحميد. اللاعب اللي عندنا بقى الفذ، الاسطوره، الحريف، اللي دايما بيصير لغط. تفتكروا مين معايا؟ الكابتن رضا عبد العال سنه 93 94 في صفقه قرن. ساعتها كان مسمينها صفقه القرن. رضا عبد العال ده كان حته كده، اتفرجوا عليه، لعيب حريف بطريقه يعني كان فلته. ساعتها كان مفيش منه. ساعتها سنه 93 94 انتقل من الزمالك للاهلي، وهو دلوقتي بيطلع ندمان ان هو راح الاهلي، معرفش ايه اسبابه بس هو حر. الكابتن بعد كده ايمن شوقي انتقل من الاهلي للزمالك سنه 94 95. مش هو بس، ده في لاعب تاني في نفس السنه انتقل من الاهلي للزمالك، كان الكابتن محمد عبد الجليل، المحلل المعروف طبعا دلوقتي كلنا بنشوفه على الشاشات. اخواتي الغاليين، لسه في عندنا اجزاء تانية، لسه السلسله طويله. سلام.